مسؤولياتها والتي ستجعلها مسؤولة أكثر أمامكم. نعم، أنا سأعطيك كلمة إن شاء الله. أنا أهنئ المؤتمرات والمؤتمرين. شكرا لكم. على هذه الروح الوطنية العالية في الجهود التي بذلتها الأخت الأمينة العامة بمعية سيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي، الجهود الصادقة. وأنا أعرف الإكراهات المادية والمعنوية التي وقفت في طريقهم. هذه الجهود هي التي جعلت الحزب يصل إلى هذه المحطة بهذه القوة وهذا السلام. الحزب وقفت في طريقه عراقيل كثيرة، ومنها العراقيل المادية. وأنا أستمع ونحن نستمع جميعا إلى التقرير المالي. فوجئت بأن ميزانية الحزب خلال المرحلة السابقة كلها لم تتجاوز 550 ألف درهم. 550 ألف درهم أيها الإخوة انطلاقا من تجربة سياسية لا تكفي لتسيير سنة واحدة. لو طلعتم على ما ينجزه الحزب وما يصرفه شهريا لوجدتم فعلا أن السيدة الأمينة العامة والسيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي كانوا يلتجئون دائما إلى مالهم الخاص لضمان بقاء الحزب وتسييره التسيير الصحيح وصموده في وجه التحديات والإكراهات. إنها لحظة عظيمة جدا تزيد الإنسان إيمانا بالمستقبل وثقة في القواعد النضالية حين تتكرس ثقافة الاعتراف من المناضلين والمناضلات في حق قيادة الحزب. فهنيئا للمؤتمر الكريم، هنيئا للمؤتمرات والمؤتمرين الأفاضل والفاضلات، وهنيئا للأخت الأمينة العامة، وهنيئا للأخوات والإخوان أعضاء المكتب السياسي على هذه الثقة الغالية التي إن دلت على شيء فإنما تدل على أن الأسس التي يبنى عليها هذا الحزب هي أسس صحيحة سليمة، وهي أسس ديمقراطية تعكس جوهر الاسم وصحته وصدقه وسلامته. هنيئا لهذا المؤتمر بهذه اللحظة.